بسم الله الرحمن الرحيم. يا اهلا بكم. فيفو في 40 اول جهاز من فيفو في سلسله الفي يجي بدون نواقص، جهاز كده تقريبا بدون مشاكل. وعلى طول هنبدا باول واهم ميزه بتميز الجهاز ده، واللي بسببها كنت برشح الجهاز ده للناس حتى من قبل ما اجيبه، وهي كاميرات الجهاز ده فيه كاميرات حلوه قوي. الجهاز فيه 3 كاميرات، كاميرتين في الخلف وكاميرا سيلفي. ال3 كاميرات بيجوا بحجم سنسور 50 ميجا بكسل من شركه سامسونج. ال3 كاميرات فيهم اوتو فوكس. تحت الكاميرتين اللي في الخلف في هنا رينج لايت حقيقي، يعني بيخليك كده تغير ما بين اضاءة الرينج لايت، يعني على حسب بقى ايه يعني الاتموسفير اللي انت عايزه وانت بتصور، ما بين زي ما حضراتكم شايفين الاحمر او البرتقاني الى الابيض التلجي كده. جنب الكاميرات فوق كده في علامة زرقاء، انا اول ما شفتها قلبي انشرح، ودي معناها ان عدسات الجهاز ومنظومه الكاميرات تمت بالتعاون مع شركه زايس الالمانيه المتخصصه في الاوبتيكال البصريات، تصنيع عدسات الكاميرات البروفيشنال. فيعني العلامه دي اول ما تشوفها تعرف ان انت هتاخد نتائج صور هايله جدا. الكاميرا الاساسيه هنا بتيجي بفتحه عدسه اف 1.9 مع مثبت بصري او اي اس، زي ما حضراتكم شايفين كده من الصور اللي قدامكم ديت اللي انا واخدها في الدي لايت او في الاضاءه القويه. الكاميرا هنا ادائها حلو جدا، الوان ممتازه، كونتراست مظبوط جدا. ممكن يكون الدايناميك رينج مش احسن حاجه لان الصور كده فيها تعريض زياده او سطوع زياده في الصور، وده بيأثر شويه على الصور. ممكن نتكلم بالتفصيل عن النقطه دي في فيديو منفصل، ولكن اوفر اول كده بشكل عام الصور كلها شكلها ممتاز في الدي لايت او في الاضاءه القويه. حتى في الإضاءة المنخفضة الكاميرا بتديك نتائج صور هايلة جدا. أنا هنا داخل مسجد رفاعي زي ما حضراتكم شايفين المكان، الإضاءة فيه ضعيفة ما هياش قوية، ولكن المشهد اللي أنا بصوره ممتاز جدا. الكاميرا العريضة برضو أدائها هايل قوي، يمكن ما تقدرش تفرق ما بين الكاميرا الأساسية والكاميرا العريضة في الصبح كده، غير في الزاوية بتاعت الكاميرا العريضة 119 درجة. زاوية حلوة جدا، تقدر يعني لو حاجة عايز تصورها كده ومش قادر تجيبها بالكاميرا الأساسية تقدر تفتح الكاميرا العريضة وتصورها. للأسف التليفون ما فيهوش كاميرا للزوم، كاميرا للتليفوتو، ولكن لما تيجي تعمل زوم كده 2x أو 5x سواء الصبح او بالليل ما تحسش كده ان في بكسله او ان الصوره مفتقده للتفاصيل في الزوم. وكمان عندك وضع لتصوير القمر زي ما حضراتكم شايفين في الفيديو اللي قدام حضراتكم، انا قادر اصور القمر بالجهاز واصوره كده عن قرب، ودي حاجه هايله قوي. صحيح الزوم ده ديجيتال ما هوش حقيقي، ولكنها تجربه جميله جدا. وده بياخدنا بقى للسوفت وير الاي اي او الذكاء الاصطناعي المزود بيه الجهاز بشكل يعني حلو قوي. الاي اي بيتدخل في كل صوره انت بتصورها، اي صوره بتصورها كده هتلاحظ ان بيحصل بروسيسنج على الصوره عشان يظبط لك الصوره ظبطه معلم. صحيح بياخد وقت كده ما بين ثانيه لثانيتين لو الاضاءه منخفضه، ولكن لو انت بتصور في اضاءه قويه فيعني هيبقى الموضوع لحظي كده مش هتحس بيه. مش بس وقت ما انت بتصور الاي اي بيتدخل، لا ممكن كمان بعد ما تصور وانت بتتفرج على الصوره كده يكون شخص معدي بالغلط او في حاجه مش عاجباك في الصوره، فتقدر بمنتهى البساطه كده ان انت تعلم عليها بصباعك وتشيلها. طبعا احنا عارفين الحركه بتاعت اللي هي ازاله شخص او اتنين او حاجه. الجديد بقى في الفي 40 هنا ان انت تقدر تشيل اشاره بحالها بعربياتها بقى ببني ادمينها بكل حاجه، زي ما انتم شايفين المبنى اللي انا مصوره في وسط البلد ده في اشاره قدامه كده. فزمان عشان اصور المبنى دوت كده واظهره لوحده كنت محتاج ان انا اروح مثلا وقت صلاه الفجر او حاجه يكون الشارع فاضي، ولكن دلوقتي صور زي ما انت عايز في اي وقت، وبعد ما تاخد الصوره تعلم بقى على الاشاره بالعربيات بالبني ادمين، والجهاز بيتعرف على كل الاشياء اللي انت عايز تشيلها ويشيلها لك تماما، ويتبقى المبنى كانك بتصور في الفجريه كده او وقت ما يكونش فيه بني ادمين خالص. طبعا يعني موضوع واخد ليفل عالي قوي، مش عارفين الاي اي هيودينا لفين. الكاميرا السيلفي في الجهاز برضو ادائها ممتاز جدا، ما يختلفش عن جودة الكاميرات الخلفية، سواء بقى في الاضاءة القوية او في الاضاءة المنخفضة الصبح او بالليل هتاخد صور ممتازة جدا. نروح بقى للفيديو، والجهاز هنا بيصور لغاية دقة 4K سواء في الكاميرا الاساسية او في الكاميرا السيلفي. زي ما حضراتكم شايفين كده بيصور 4K و1080 60 فريم و1080 30 فريم. طبعا مشاهد جميلة جدا زي ما حضراتكم شايفين. تعالوا كده نجرب الاداء اثناء الحركه والمايك بتاع الجهاز اخباره ايه.
الكاميرا الاساسيه بتصور لغايه دقه 4K زي ما قلت لكم، في مثبت بصري، اداؤه يعني زي ما حضراتكم شايفين كده تمام، مفيش اهتزاز كبير كده. انا بصور بدقه 1080 60 فريم. بالمناسبه انا راكب عجله، فيعني قولوا لي رايكم كده في ثبات الفيديو وفي جوده الصوره اللي قدام حضراتكم. انا على دقه 4K في الكاميرا السيلفي. قولوا لي رايكم كده في ثبات الفيديو وفي المايك. ونروح لتصميم الجهاز وخاماته اللي انا بشوفها برضه من مميزات الفي 40. الجهاز هنا شيك جدا، راقي جدا، يعني مميز بنافذه الكاميرات المبتكره ديت اللي هتخليك كده طول ما انت ماسك الجهاز الناس تسالك هو ايه الجهاز اللي معاك ده. نافذه الكاميرات انا في رايي الشخصي من اشيك نافذات الكاميرات اللي مخليه الجهاز فعلا شكله شيك ومميز جدا. الجهاز هنا كمان بخامات ممتازه قوي. الظهر هنا من الزجاج بملمس كده حريري، يعني تحسه كده انه قطيفه او حاجه. الفريم من البلاستيك صحيح، وكنت اتمنى ان يكون من الالومنيوم، ولكن يعني احنا في فئه متوسطه فتمام مفيش مشكله. وما لاحظتش خلال الشهر اللي انا استخدمت التليفون اي تاثير كده على خامات الجهاز من الفريم، تقشير او تغيير لون او حاجه، فخامات ممتازه جدا. الى جانب انه بيجي مع الجهاز هذا الجراب الجميل اللي بنفس تصميم الجهاز، ومكتوب من جوه كده ديزاين باي فيفو عشان يقولوا لك ان هم مهتمين حتى بالجراب بتاع الجهاز. بصراحه الجراب كمان يعني شكله شيك قوي، حاجه كده في منتهى الجمال. مسكه الجهاز حلو قوي. الوزن هنا 190 جرام، وزن ما هواش خفيف قوي، ولكن مش هتحس بالوزن لانه متوزع على التليفون بالتساوي، فما فيش منطقه اتقل من الثانيه. الجهاز رفيع قوي كمان بسمك 7.6 ملم، مع انحناءات كده في الظهر وانحناءات في الشاشه، فالجهاز وانت ماسكه هيكون مستقر في ايديك، مش هيتزحلق او حاجه، يعني هتبقى ماسكه متمكن منه، ودي حاجه تمام جدا. اهم بقى من الشكل والتصميم هو معيار مقاومه الماء والغبار. عندنا هنا معيار قوي جدا IP68 اللي بيخليك كده مطمن على جهازك، حتى لو وقع في الميه واتدلع عليه سوائل، حصل له اي حاجه من المياه العذبه، فمش هتقلق على تليفونك. ما انصحكش ان انت تنزل تصور بيه في ميه مالحه في بحر مثلا، او ما انصحكش برضه انت تنزل بيه في حمامات السباحه غير لما يكون معاك جراب مخصص ضد الميه يعني. وننزل بسقف توقعاتنا شويه ونروح لصوتيات الجهاز. انا في رايي ان كاميرات الجهاز دوت والتصميم كمان يقدروا ينافسوا اجهزه في فئات سعريه اعلى. الكاميرا هنا فعلا تقدر تنافس اجهزه فلاج شيب، ولكن صوتيات الجهاز السماعات هنا لا، يعني حتى في اذا قارنت السماعات ديت او جوده السماعات دي باجهزه في نفس الفئه السعريه مثلا زي هونر 200 او اجهزه شاومي في نفس الفئه، فالسماعات هنا مش هتقدر تنافسهم الصراحه. صحيح الصوت هنا ستيريو سبيكر، السماعه السفليه بتشتغل مع سماعه المكالمات، الصوت ستيريو ودي حاجه كويسه، ولكن جوده السماعات نفسها مش احسن حاجه. يعني انا بكون مشغل بعض المقاطع الصوتيه ولا حاجه، بعد شويه احس ان وداني وجعتني، يعني الصوت حاد، او يعني زي ما بنقول بالبلدي كده بيسرسع. ما اقدرش اقول ان صوت سيء يعني او وحش يعني، او اقدر اقول انه عيب، لا ما هوش عيب، ولكن زي ما بقول جودة السماعات كانت محتاجة تكون افضل من كده. ان شاء الله في الاجيال القادمة يعني يهتموا بجودة السماعات، يعني عشان يخشوا في منافسة اكتر مع بقية الاجهزة اللي في نفس الفئة السعرية. البصمة بتاعت الجهاز بصمة تحت الشاشة، بصمة سريعة طبعا، هي منخفضة شوية مكانها تحت كده شوية، ولكن تمام طبعا. يعني في الفئه السعريه ديت البصمه خلاص كلها بقت شبه بعضها، كلها سريعه واستجابتها هايله، والفيس انلوك تمام جدا. نروح بقى لشاشه الجهاز. والجهاز هنا شاشته في رايي الشخصي من الحاجات الجميله جدا، شاشه كبيره بحجم 6.68 انش بنسبه استحواذ فوق ال 90%، وده لانها شاشه ايدج زي ما حضراتكم عارفين كده منحنيه الاطراف. انا بحب شاشات الايدج جدا، ما بحبش اشوف يعني بيزل كده. النوتش بتاع الكاميرا قليل قوي، والشاشه دي محميه بطبقه حمايه من نوع شوت زنسيشن الفا. وشركه شوت دي شركه المانيه متخصصه في تصنيع الزجاج المقاوم للصدمات، بتنافس شركه كورنينج جوريلا جلاس الامريكيه، فيعني نقدر نقول انها طبقه حمايه قويه، فهتبقى مطمن شويه على جهازك لا قدر الله لو اتعرض لصدمه او حاجه. الشاشه ان شاء الله هتبقى تستحمل يعني لغايه ان شاء الله ما نلاقي سكرين للجهاز دوت. معدل تردد الشاشه 120 هرتز، وسرعه استجابه الشاشه
شاشه لللمس 480 هرتز تاتش سيمبلينج ريت، والشاشه استجابتها هايله جدا، سريعه جدا، سموز، يعني مش هتواجهك اي مشكله. الشاشه طبعا من نوع اموليد بدقه 1.5K، ريزوليوشن 1260 في 2800 بكسل مع كثافه بكسلات 453 بكسل بير انش، يعني مشاهده ممتعه جدا، يعني حاجه هايله قوي زي ما حضراتكم شايفين، الوان مشبعه وجميله، والجهاز كمان فيه تقنيات لراحه العين كده عشان لو بتمسك الجهاز لفترات طويله، فيعني شاشه ولا غلطه يعني من حيث المشاهده. بخلاف بقى الالوان الجميله اللي قدام حضراتكم دي والشاشه الرائعه في المشاهده والشاشه الاتش دي، فاللي بيميز الشاشه ديت هو السطوع، زي ما الشركه بتقول كده انه سطوع الشاشه بيصل الى 4500 نتس، وانا بشوفه رقم خزعبلي شويه، يعني 4500 نتس ده رقم كبير جدا يعني. ولكن تعالوا نشوف الاداء بشكل عملي كده تحت اشعه الشمس. الشاشه هايله جميله جدا، متشافه بشكل جميل جدا، مش هتواجه اي مشكله تحت اشعه الشمس. لو انت من حبايبنا اللي بتقضي يومك كله تحت اشعه الشمس كده او مشغل GPS فمش هتواجهك اي مشكله. طيب نروح بقى الميزه انا بشوفها، يعني لو كل اللي فات ده انت ما اهتمتش بيه او ما لفتش نظرك، فلازم البطاريه بتاعت الجهاز ده تلفت نظرك. البطاريه هنا قويه جدا، وعشان ما اكونش بقول كلام مرسل فتعالوا نشوف اداء البطاريه على مدار يومين. اليوم الاول كان يوم 17/11، انا كنت بدات يومي الساعه 10 الا ربع، البطاريه كانت 100%. في نهايه يومي خالص وقبل ما انام الساعه 12:27 دقيقه البطاريه كانت 57%، ده بالليل. الصبح بقى الساعه 8:30 البطاريه كانت 54%، فالبطاريه نزلت 3% فقط في خلال السبع ساعات ونص اللي انا سبت فيهم الجهاز، مع ملاحظه ان انا كنت سايب الواي فاي والداتا مفتوحين. نزلت شغلي بال 54% وقررت ان انا اكمل اليوم. في نهايه اليوم الساعه 9:11 دقيقه البطاريه كان فيها 11%. وقدام حضراتكم بقى الاحصائيات بتاعه البطاريه، يعني نقدر نقول ان استخدام فوق المتوسط. لو انت استخدامك يعني شاق جدا وبتمسك التليفون ما بتسيبوش من ايديك فهيكمل معاك اليوم ومش هتعرف تخلص البطاريه. فبطاريه الجهاز ده بصراحه من الحاجات الحلوه قوي في التليفون والمميزه جدا، الى جانب الشاحن ال 80 واط اللي بيجي داخل العلبه اللي بيشحن التليفون من 0 ل 100% في تقريبا 45 دقيقه. فيعني منظومه الشحن والبطاريه في الجهاز ده ممتازه جدا. نروح بقى لاداء الجهاز، وعندنا هنا بقى يعني بخلاف كل الحاجات الحلوه اللي احنا قلنا لها دي، فعندنا هنا اداء عادي، اداء يعني نقدر نقول متوسط او فئه متوسطه عليا، هاي ميد رينج. عندنا هنا بروسيسور تم استخدامه في الفي 30 وفي الاونر 200 وهو السناب دراجون 7 جين 3، تقنيه 4 نانومتر ومعالج رسوميات ادرينو 720. اداء الجهاز حلو جدا، يعني الجهاز ما فيش فيه مشاكل خالص في المهام اليوميه، ولكن كنت اتمنى انه يستخدموا بروسيسور اقوى يعني، وخاصه ده بروسيسور من السنه اللي فاتت او استخدموه في جهازهم بتاع السنه اللي فاتت اللي هو الفي 30. ولكن ما فيش مشكله، في مهامك اليوميه كلها تمام، فيس واتس انستجرام يوتيوب اي حاجه بتعملها هايله جدا. ولكن لو حملت شويه على الجهاز فممكن يعني يهق منك سيكه كده، ولكن في العموم الاداء كويس جدا. في الالعاب الجهاز حلو، ولكن ما اقدرش اقول لكم ان هو احسن حاجه يعني. لو انت جيمر فممكن ما يعجبكش الاداء خالص، هتقدر تلعب في بابجي مثلا على سموز اكستريم او بالانس اكستريم 60 فريم فقط، يعني اقصى فريمات بيوصل لها الجهاز على بابجي. ما هوش احسن اداء، ولكن برضه اللي لاحظته ان الجهاز برضه ما بيسخنش، برغم ان في بطاريه 5500 ملي امبير ورفيع قوي. ده كان قلقني في الالعاب ان انا العب كده واحس بسخونيه، فما حسيتش غير بدفء كده ناحيه الكاميرات، وده لان الجهاز هنا في منظومه تبريد ممتازه جدا. فيعني نقدر نقول ان الاداء في العموم كده اداء كويس جدا، اداء جيد ما يرتقيش للاجهزه الرائده. ولكن شبكه المكالمات في الجهاز هنا قويه جدا وتقدر تنافس الاجهزه الرائده. الجهاز انا جربته في اماكن الشبكه فيه ضعيفه، انا زي ما قلت قبل كده في الشغل عندي شبكه المكالمات مش احسن حاجه، وفي اماكن الشبكه رايحه يعني مش شغاله. ولكن انا جربت الجهاز ده جوه الاسانسير وكلمت مراتي وللاسف كانت سامعاني وسامعها يعني يعتبر عيب ان انت مش هتعرف تقول لحد الجهاز ما فيهوش شبكه او حاجه. طبعا في اماكن الشبكه فيها بتسقط خالص، دي بتبقى منعدمه، ولكن الاماكن اللي الشبكه فيها ضعيفه الجهاز
الجهاز بيقدر يلقط فيها شبكه وبتبقى سامع اللي انت بتكلمه وبيبقى سامعك بشكل كويس جدا. ولكن في عيب بما اننا بنتكلم على المكالمات، وهو سنسور المكالمات. للاسف سنسور المكالمات هنا بيعتمد على الحركه. يعني لو انت بتتكلم كده والجهاز في وضع افق كده فالشاشه مش هتقفل، لازم تعمل الحركه ديت كده عشان خاطر الشاشه تقفل، مش هتزاولك. يعني وانت بتتكلم مش الشاشه مش هتفتح ويبقى فيه لمسات خاطئه او حاجه، ولكن كنت اتمنى يكون في يعني سنسور حقيقي بيقفل في اي وضعيه. ولكن تمام برضه مفيش مشكله، ما اقدرش اقول قوي انه عيب، لازم يبقى في بعض الحاجات كده يعني عشان يظهر يوفروا شويه ولا حاجه. ولهنا نيجي لنهايه الحلقه. اتمنى ما اكونش طولت عليكم، اتمنى دايما اكون ضيف خفيف عليكم. يا ريت تقول لي رايك في التعليقات تحت، وما تنساش تعمل لايك، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.